صباح الفل يا شباب، يا رب تكونوا بخير. النهارده ميعادنا مع الحل على مراحل تكوين وتركيب الحيوان المنوي من المذكره الاول ثم كتاب الامتحان. يصبح الرجل الذي يتعرض لمستويات عاليه من اشعه جاما عقيما رغم ان عنده مستوى طبيعي من هرمون التستوستيرون. الله، امال هو عقيم ليه؟ ده بسبب تدمير الخلايا المبطنة للأنيبيبات المنوية، بسبب تدمير الخلايا الجرثومية الأمية 2 نون. الخلايا الجرثومية الأمية 2 نون زي ما انت شايف كده اتدمرت، وبالتالي بقى عقيم على الرغم من ان الخلايا البينية سليمة. طب ايه دليلك يا دكتور ان الخلايا البينية سليمة؟ ان التستوستيرون سليم. إذا علمت أن الخلايا الجرثومية الأمية أثناء مرحلة التضاعف تقوم بالانقسام الميتوزي 3 مرات. احسب عدد الحيوانات المنوية اللي تطلع من 4 جرثومية أمية. ال4 يدوني 8، وال8 يدوني 16، وال16 يدوني 32 أم مني. طب انت ليه وقفت هنا؟ هو يا ابني اللي قال ان هي انقسمت 3 مرات، ودينا عامل الانقسام قدامك اهو. ال4 بقت 8، 8 بقت 16، 16 بيهم 32، يبقى 32 أم مني. أم المني الواحدة بتنتج كام حيوان منوي؟ 4. 32 في 4 بكام؟ 128. يبقى الإجابة ب، بس هحط رقم 8 هنا جنبيها، 128. الإجابة فعلا ب. كم عدد الحيوانات المنوية التي تنتج من انقسام خلية جرثومية أمية ميتوزيا 3 مرات في مرحلة التضاعف؟ هو قال لك إن الخلايا الجرثومية الأمية الواحدة هتنقسم كم مرة؟ 3. يعني الواحدة تديني 2، والاتنين يدوني 4، وال4 يدوني 8 أم مني. مش 8 حيوان منوي، ها؟ 8 إيه؟ أم مني. أم المني الواحدة بتجيب كام حيوان منوي؟ 4. يبقى 8 و4 ب 32 حيوان منوي. انتهى أسئلة النهاردة، وكان واجب لذيذ وسهل. طلعت معاك حاجة ابعت لي نتناقش فيها. اشوفكم على خير ان شاء الله في الحصص والحلول اللي جايه. باي باي، سلام.